الأصحاح 11. كل ما شق ضلفا وقسمه ضلفين ويقتر من البهائم فإياه تأكلوه، إلا هذه فلا تأكلوها، مما يقتر ومما يشق الضلفة. الجمل لأنه يقتر لكنه لا يشق ضلفا فهو نجس لكم، والوبر لأنه يقتر لكنه لا يشق ضلفا فهو نجس لكم، والأرنب لأنه يقتر والأرنب لأنه يقتر والأرنب لأنه يقتر لكنه لا يشق ضلفا فهو نجس لكم. يبقى لازم تخزن زي الحاجة اللي بتجترها. عارفين الحيوانات المجترة بتاكل وتخزن وبعدين تكتر. 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 عارفين الحيوانات المجترة. وكل دبيب الطير الماشي على 4 فهو مكروه لكم، إلا هذا تأكلونه من جميع دبيب الطير الماشي على 4، ما له كراعان فوق رجليه يثب بهما على الأرض، هذا منه تأكلون. فقالت المرأة: الحية غرتني فأكلت. فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك، وترابا تأكلين كل أيام حياتك، وترابا تأكلين كل أيام حياتك. ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات 4 وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح، له 7 قرون و7 أعين، هي 7 أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. وأوقف القضبان التي قشرها في الأجران في مساق الماء، حيث كانت الغنم تجيء لتشرب، تجاه الغنم لتتوحم عند مجيئها لتشرب. فتوحمت الغنم عند القضبان، وولدت الغنم مخططات ورقطا وبرقا. الأصحاح 7. وبعد هذا رأيت 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الأرض، واقفين على 4 زوايا الأرض، واقفين على 4 زوايا الأرض، ممسكين 4 رياح الأرض. الأصحاح 15. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: كلما بني إسرائيل وقول لهم: كل رجل يكون له سيل من لحمه فسيله نجس، وهذه تكون نجاسته بسيله، إن كان لحمه يبصق سيله أو يحتبس لحمه عن سيله فذلك نجاسته. كل فراش يضطجع عليه الذي له السيل يكون نجسا. مرة ذهبت الأشجار لتمسح عليها ملكا، فقالت للزيتونة: املكي علينا. فقالت لها الزيتونة: أأترك دهني الذي به يكرمون بي الله والناس وأذهب لكي أملك على الأشجار؟
ثم قالت الأشجار للتينة تعالي أنت واملكي علينا. فقالت لها التينة أأترك حلاوتي وثمر الطيب وأذهب لكي أملك على الأشجار؟ فقالت الأشجار للكرمة تعالي أنت واملكي علينا. فقالت بتقول أن عدد الذين يشهرون إسلامهم يوميا يتراوح بين 80 و200 شخص. 80 و200 شخص و200 شخص بالصوت اهو. واذا ما كانش ممكن ان السي دي ده يتسمع دلوقتي على البرنامج ده طبعا ما اقدرش. احنا ممكن نسمعه لاي حد عايز يسمعه على السايت بتاعنا. من 80 ل 200 شخص. وانتهت هذه اللجنه برئاسه الانبا بخوميوس وعرفت بلجنه الانبا بخوميوس الى ان عدد الذين يشهرون اسلامهم سنويا في مصر في المتوسط 50,000 شخص. لو ضربت 50,000 شخص في مدة طولها 36 سنة. لا، ما مش ال 50,000 طول ال 36 سنة يعني. طيب لو ضربتها في ال 36 سنة هيبقى 1,800,000. هنقول انه مش بالظبط كده 50، هنقول انه 1,400,000 على الأقل تركوا المسيحية وأشهروا إسلامهم خلال هذه الحقبة. مع العلم أن اللجنة بالصوت على هذا السي دي بتقول أن هؤلاء الذين أشهروا إسلامهم مفيش حاجة اسمها خطف، والناس كانت تستطيع أن تقول لا، والسي دي الأصحاح السابع. ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحلي صنعة يدي صناع. سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج. بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن. ثدياك كخشفتين توأمي ضبية. عنقك كبرج من عاجم. عيناك كالبرك في حشبون عند باب بث ربين. أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق. رأسك عليك مثل الكرمل وشعر رأسك كأرجوان. ملك قد أسر بالخصل. ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات. قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد. قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها، وتكون ثدياك كعناقيد الكرم، ورائحة أنفك كالتفاح، وحنكك كأجود الخمر. لحبيب السائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين. أنا لحبيبي وإلي اشتياقه. تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل ولنبت في القرى، لنبكرن إلى الكروم، لننظر هل أزهر الكرم، هل تفتح القعال، هل نور الرمان. هنالك أعطيك حبي. طيب أقدم مخطوطة تاريخها يرجع لقد إيه؟ النسخة السكندرية والسينائية اللي هم دي تعتبر مخطوطات شبه متكاملة، أعتقد ترجع للقرن الثالث الميلادي. في مخطوطات عن إنجيل يوحنا أعتقد ترجع ل 120 ميلادية، وإحنا نعرف أن القديس يوحنا مات حوالي 100 ميلادية، يعني بعد وفاته بحوالي 20 سنة. المخطوطة المكتشفة في نجع حمادي تعود ل 120 سنة بعد الميلاد، يعني بعد موت يوحنا بحوالي 20 سنة. ودي برضو بتدي مصداقية قوية جدا لأي عمل، لأن مع طول المدة جايز يحصل فيها تحريف، لكن مع قصر المدة التحريف بيبقى قليل جدا. لكن مع قصر المدة التحريف بيبقى قليل جدا. لكن مع قصر المدة التحريف بيبقى قليل جدا. ونتكلم عن خرافات غير معقولة جاء ذكرت في كتابه عن أنها أتت في الكتاب المقدس، ومنها موضوع
أكل البراز وشرب البول موضوع قبيح. الأصحاح الرابع. وتأكل كعكا من الشعير على الخرء الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونهم. وقال الرب: هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أطردهم إليهم. فقلت: يا سيد الرب، ها نفسي لم تتنجس، ومن صبايا إلى الآن لم آكل ميتة أو فريسة، ولا دخل فمي لحم نجس. فقال لي: انظر، قد جعلت لك خفي البقر بدل خرء الإنسان، قد جعلت لك خفي البقر بدل خرء الإنسان، فتصنع خبزك عليه. حتى شوف الألفاظ اللي تقاها الكتاب المقدس. قد جعلت لك خفي البقر بدل خرء الإنسان. حتى شوف الألفاظ اللي تقاها الكتاب المقدس. قد جعلت لك خفي البقر بدل خرء الإنسان. حتى شوف الألفاظ اللي تقاها الكتاب المقدس. صرح الفاتيكان في بيان صحفي بأن الإسلام هو الديانة الأولى في العالم، وأكد بأن عدد المسلمين قد ازداد في عام 2011. وبالرغم من الإسلامفوبيا التي يتعرض لها المسلمون في أوروبا، فإن عدد المعتنقين للإسلام في ازدياد مستمر. أنا درست الإسلام وحدي من خلال القرآن والسنة النبوية، فهذا الذي مكنني من التعرف على الإسلام النقي، وأنا سعيدة جدا باعتناق الإسلام والحمد لله على ذلك. الآن يمكنني أن أعيش تجربتي مع الآخرين مسلمين وغير مسلمين. وغالبا ما يتعرض المسلمون الأوروبيون للإسلامفوبيا والنبذ من قبل مجتمعهم الأوروبي، ويدخل الكثير منهم في حضن الإسلام عبر الزواج المختلط. قبل أن أعتنق الإسلام لاحظت أن المسلمين يتعرضون للكثير من المشاكل في حياتهم العملية، وعندما اعتنقت الإسلام واجهت بالفعل هذه المشاكل. وحاليا مع كل القوانين التي تحاول السلطة إقرارها أصبحت الحياة صعبة بالنسبة إلينا، وبشكل خاص بالنسبة للأخوات فيما يتعلق بالحجاب. فأنا فرنسي وديني الإسلام، لكنني أشعر في بعض الأحيان بأنني منبوذ من قبل البيئة التي أنتمي إليها والتي أتفرع منها. علاقتنا الزوجية جيدة، بالطبع نواجه الكثير من النظرات والتساؤلات، لكن هذه ظاهرة جديدة على الجالية الإسلامية. المعنى الثقافي مهم جدا، فنحن نعيش زواجنا بشكل جيد جدا ونحن سعداء جدا. ويشعر المسلمون الأوروبيون بارتياح شديد من خلال مشاركتهم بالنشاطات الثقافية والدينية التي ينظمها المسلمون في أوروبا، والتي تعزز فيهم حب الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتجعلهم يتمسكون بتعاليمه وأخلاقه. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو رحمة للعالمين، هذا ما أكده الخطباء، كما أكدوا لطفه وعاطفته في التعامل مع الآخرين، فهو يحمل فعلا هم الأمة الإسلامية والعالم بأكمله، وهو يحترم كل الأطياف إن كانوا مسلمين أو غير مسلمين. فالتبادل الثقافي والديني بين المسلمين الأصليين والمسلمين الأوروبيين يشعرهم بوحدتهم ويعزز روح الإسلام والإخاء فيما بينهم.